قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في حمار كان مغرور بيمشي في الغابة زي عادته وبيتباهى وبيتفاخر بنفسه وبحجمه وصوته وبقوته كمان، وكان بيمشي بين الحيوانات ويستهزأ بيهم كلهم عشان هم أصغر منه وأضعف منه كمان، وبيمشي بينهم وبيقول لهم أنا أفضل منكم، أنا أحسن منكم كلكم. وبيروح للأرنب يا أصدقائي كل يوم وبيتباهى وبيستهزأ بيه وبيقول له أنا أفضل منك، أنا أحسن منك، وكمان ليا نفع أكتر منك وحجمي أكبر منك، أما أنت أنت أرنب صغير، وشوف أنا كبير إزاي، أنا كبير وحلو أيوة. وبيروح للبقرة يا أصدقائي وبيقول لها بصي بقى انتي، انا بقى ولا حد بياخد مني لبن ولا اي حاجة. وبيجري على الحصان وبيقول له انا افضل منك، انا بحمل الاثقال وبتحمل كل الاعمال الشاقة والصعبة، اما انت حصان عايش في رفاهية. وفي يوم من الايام يا اصدقائي كان الحمار المغرور بيمشي في الغابة زي عادته متباهي وفخور بنفسه وبحجمه وبصوته وقوته وقدرته على التحمل، وقابل في طريقه السلحفة فوقف وقال لها انا افضل منك، انا بمشي بسرعة كبيرة وانتي بطيئة يا سلحفة انتي. ضحكت السلحفة يا اصدقائي وقالت له قولي بقى انت اسرع مني؟ ايوه انا بمشي على الارض وبمشي بسرعة جدا، بس خلي بالك انت ما تقدرش تسابقني فوق المية. راح شايط الحمار يا اصدقائي وغضب جدا واحمر وجهه عشان السلحفة احرجته قدام جميع الحيوانات. انا هسبقك فوق المية وهتشوفي وحجري اكتر منك. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. وفعلا يا أصدقائي جرى الحمار عند النهر ومشى فوق المية، بس أول ما حط رجله فوق المية وقع في المية وكان هيغرق، وكانت حالته حالة ونسى إن الحيوان الوحيد اللي موجود وسط الحيوانات دي ما بيعرفش يعوم. اجتمعت كل الحيوانات وأنقذت حياته، زعل من نفسه قوي واعتذر من الحيوانات بخجل شديد وقال لهم انتوا احسن مني، انتوا بتعرفوا السباحة وانا لأ، انا ياما استهزأت بيكوا وياما كنت فخور باللي انا كنت بعمله، بس ما كنتش اعرف ان في حاجات تانية انا ما اقدرش اعملها انتوا ممكن تعملوها. سامحوني يا اصدقائي، سامحوني، انا بعد كده هبقى متواضع، مش هبقى فخور بنفسي ولا هستهزأ بحد، وهعرف ان كل واحد ربنا خلقه سبحانه وتعالى ليه قدرات خاصة يقدر يعملها وغيره ما يقدرش يعملها، واحمد ربنا على اللي انا فيه، وعمري ما هستهزأ بحد تاني. كل الحيوانات يا اصدقائي كان صعبان عليها حاله، ولكنهم اتبسطوا قوي ان رجع لنفسه وعرف غلطه وعمره ما هيغلط في الحاجة دي تاني. واحنا كمان يا اصدقائي عمرنا ما هنكون متفاخرين بنفسنا، ولا عمرنا نستهزأ بأي حد، ونسمع كلام ماما وبابا واخواتنا الكبار وما نضايقش اخواتنا الصغيرين ابدا. برافو عليكم يا اصدقائي. اكتب لنا في التعليقات ايه اللي حصل للحمار بعد ما السلحفة احرجته قدام الحيوانات، وليه الحمار معرفش يعوم في المية زي السلحفة. واكتب لنا في التعليقات ايه احسن قصة سمعتها في القناة واتعلمت منها ايه. ودلوقتي هنشوف صور أصدقائنا الحلوين والمتفوقين، متفوقي مدرسة الياسمين الخاصة. مصطفى ولد ذكي ومجتهد وبيحب يتعلم ويفهم كل حاجة، وبيذاكر وشطور جدا، ودايما بيسعى يكون أحسن وعنده إرادة، وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وياسين ولد شاطر ومجتهد وبيحب المدرسة،
ودايما بيسعى يكون أحسن وعنده إرادة، وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وياسمين بنت متميزة وشطورة في المدرسة، وبتسمع الكلام وبتحب ماما وبابا، وبتحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وإبراهيم ولد ذكي ومجتهد، ودايما بيحب يتعلم ويطور من نفسه، وبيحب يذاكر بجد، وبيحب ماما وبابا وبيفرحهم بنجاحه، وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وليان بنت شطورة ومجتهدة في المدرسة، وبتحب ماما وبابا وبتحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وبراء ولد شطور وذكي، ودايما بيجتهد وبيحب يتعلم حاجات جديدة، وعنده طموح كبير، ودايما بيحاول يكون من الأوائل، وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وزين ولد شطور وذكي وبيحب المذاكرة، ودايما بيجتهد عشان يكون من الأوائل، وعنده عزيمة قوية، ودايما بيسعى للنجاح، وبيفرح ماما وبابا بتفوقه، وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وتاليا بنت شطورة ومجتهدة وبتحب الدراسة، ودايما بتحاول تكون الأفضل، وعندها طموح كبير، وبتفرح ماما وبابا بتفوقها، وبتحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وجانا بنت ذكية وشطورة وبتحب المذاكرة، ودايما بتحاول تكون الأفضل، وبتسعى للنجاح، وبتفرح ماما وبابا بتفوقها، وبتحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وحلا بنت مجتهدة ومتميزة وبتحب التعلم، ودايما بتسعى للنجاح، وعندها طموح كبير، وبتحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وياسين ولد مجتهد ومميز وبيحب التعلم، ودايما بيحاول يكون الأفضل، وعنده طموح كبير، وبيفرح ماما وبابا بنجاحه، وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وإياد ولد شاطر ومجتهد وبيحب المذاكرة، ودايما بيسعى يكون من الأوائل، وعنده عزيمة قوية، وبيفرح ماما وبابا بتفوقه، وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وياسين ولد مجتهد وذكي ودايما بيحب يتعلم الجديد، وعنده عزيمة قوية، وبيفرح ماما وبابا بنجاحه، وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. ومكة بنت شطورة وذكية ودايما مجتهدة، وبتحب تتعلم حاجات جديدة، وبتحب ماما وبابا، وبتحب قناة 24 ساعة مع طفلك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا!